ماتش زامبيا الودي ونبداه على بركه الله، وبرضه لا حول ولا قوه الا بالله. وحدوه. لا اله الا الله. منتخب التشكيله دي كويسه، ان انت تلعب بثلاثه في نص الملعب دي حلوه، حاجه زي الفل، وبارك الله فيما رزق. بس ماتشات وماتشات. يعني انت لو عايز مثلا بتلعب قدام فرقه بتمسك الكوره، فرقه حريفه، التشكيله دي مناسبه. لكن لو بتلعب مع فرقه زي زامبيا، لا انت لازم تهاجم. يعني تبدا بالتشكيل اللي انت بداته الشوط الثاني بنزول زيزو وخروج واحد، يا النني يا حمدي فتحي. والنني كان يخرج وحمدي فتحي وطارق حامد على الدايره حلوين. انا معاكم. لا تونس مغاوي. لا معاكم خلاص. لا تونس. الناس اللي لعبت دي تعتبر افضل تشكيله لغايه دلوقتي. جبهه فتوح وتريزيجيه بقت جبهه قويه، كانت احلى بكتير من الجبهه بتاعت صلاح. الطعابه والحلاوه دي اقسم بالله. جبهه حريفه، جبهه ناس بتجري، جبهه ناس عندها دم. تريزيجيه ما شاء الله عوده حميده. فتوح طبعا مفيش كلام عليه. تعالى الناحيه الثانيه، انا شايف ان عمر كمال يلعب مكان محمد هاني. وبالنسبه لنص الملعب عندك كده كده مروان عطيه وامام عاشور، ومعك حمدي فتحي والنني في الملعب وطارق حامد. طبعا نص الملعب هم الخمسه دول كفايه. يعني ان شاء الله امام يقوم بالسلامه، هيبقى دوره مؤثر جدا، هيبقى احسن بكتير من النني او حمدي فتحي. اما بالنسبه للدفاع، علي جبر لما علينا عبيدك يا رب. لازم حد بديل لعلي جبر. الباكين زي ما قلنا فتوح زي ما هو، ومحمد حمدي برضو 10 على 10، ومحمد هاني حلو، وعمر كمال ان شاء الله افضل منه. محمد عبد المنعم لازم حد يلعب جنبه. ربنا بقى يرجع لنا حجازي او الونش بالسلامه يا رب. انا عارف او الاثنين ينزلوا. لكن علي جبر نقطه ضعف في المنتخب المصري. اما بالنسبه للكوره، احنا ما لعبناش كوره. بالنسبه للعب ما كانش فيه لعب. ايه القرف ده يا جدعان؟ في ايه؟ بالنسبه للمكسب كسبته في اخر الدقايق. زامبيا انت مش عارف تحط فيها جوان. المشكله بقى ان المنتخب كان كويس وهو ماسك الكوره، بس ما كانش بيلعب على الجون. المشكله بقى الاكبر ان زامبيا كانت اخطر من المنتخب على الجون. عملوا هجمه واثنين وثلاثه، الشناوي صد اثنين. بصراحه الحمد لله. في واحده المهاجم لما محمد هاني طلعه من الشاشه الناحيه الثانيه وشاطها مستريح. طب فين اللي بيغطي ورا هاني؟ مفيش. هاني داخل بايع نفسه ليه؟ مفيش. كوره اتلعبت برده من وراه، مفيش اللي غطى عليه. في ثغره في الحته دي. الحته دي فيها مشكله، اللهم لا اعتراض، لازم تتعالج. اما بالنسبه للهجوم، متهيألي كده في عقم تهديفي. بصراحه كان نجم الماتش او احسن واحد لعب كان تريزيجيه. زي ما بقول لك كده، الجبهه دي هي اللي كان في منها الشغل. اثنين حريفه، اثنين صراع، تريزيجيه وفتوح. تريزيجيه كان حظه وحش، لعب كورتين ببطن رجله الاثنين يعدوا جنب العارضه، وكوره بالهيد رفعها له زيزو جت في العارضه. يا دنيا وراكيش غيري ولا ايه؟ برضه نزول زيزو غير الشكل الهجومي بتاع الفرقه. لما تيجي تلعب فرقه زي زامبيا لازم تبدا بيها كده. وبعدين زيزو الوحيد اللي كان بيعرف يرفع الكوره، حاططها جوه منطقه الجزاء، اللي رفعها جوه. غير كده ما شفناش عرضيات، ما شفناش كور بتتلعب. اللعب اللي لعبه المنتخب ما كانش ايجابي على الجون، كان لعب كده يعني. زامبيا دي في ماتش ودي تكسبها 3-4 من اول الشوط الاولاني، وتبدل اللعيبه وتنزلها. كان تفضل كده مش عارفين. كل ده كلام فاضي. كل اللي فات حماده وكل اللي جاي حماده تاني خالص. الماتش الاختبار الحقيقي الودي الماتش الجاي هتلاعب الجزائر. الجزائر اقوى من تونس، وانت ما عرفتش تلعب تونس، فدي مشكله. انا شايف ان انت تبدا 4-3-3 زي ما بدات ماتش زامبيا بالظبط. اللهم انصرنا. امين. اللهم قوي من عزيمتنا. امين. اللهم هب لنا من لدنك كورنر وبلنتي عشان تقدر تقفل على لعيبه الجزائر، لان انت هتلاعب فرقه حريفه. زامبيا ما كانتش ماسكه الكوره، لكن الجزائر هتمسك الكوره، فانت لازم تقفل عليها. انت اصلا قفلت مع فرقه سايبه لك الكوره. هو التشكيل ده مثالي بس مش للماتش ده. احنا هنلعب في تصفيات وهنلعب في افريقيا، هتقابل فرق قويه وهتقابل فرق ضعيفه. لازم يبقى عندك دي وعندك دي. في المطوشه اللي زي ماتش الجزائر ابدا زي ما بدات ماتش زامبيا.
لكن انت خسران، حط زيزو وطلع حد من الثلاثه اللي انت حطيتهم في نص الملعب زي ما عملت مع زامبيا. بس برضو ما لعبناش على الجول، ما جبناش جوان، لكن ده الصح. لازم تزود القوه الهجوميه بتاعتك. ماتش الجزائر هو اللي احنا مستنيين نتفرج عليه. اعمل يا جدع لايك، قول لي الله ينور، ما اشتمني وفي